مصر تدخل نادي الكبار في الاستثمار العالمي. في مؤتمر مشترك بالقاهرة، أعلنت وزيرة التخطيط رانيا المشط ووزير الاستثمار حسن الخطيب عن مفاجأة كبرى. مصر تحتل المرتبة 9 عالمياً بين أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، بعد أن كانت في المركز 32 العام الماضي. الأرقام مذهلة. حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ 47 مليار دولار مقارنة ب1 مليارات فقط في 2023، يعني نمو بنسبة 3.73%، الأعلى في إفريقيا بلا منازع. وراء هذا الصعود القوي يقف مشروع رأس الحكمة الضخم وصفقات استراتيجية أبرمتها الدولة العام الماضي. مصر سبقت دولاً كبرى وجاءت مباشرة بعد أمريكا، الصين، كندا، أستراليا وسنغافورة. مش بس كده. تقرير الأونكتاد التابع للأمم المتحدة أكد أن إفريقيا شهدت نمواً بنسبة 75% في الاستثمارات، لكن مصر كانت المتصدرة بفارق ضخم. وزيرة التخطيط أكدت أن الحكومة تنفذ أجندة إصلاحات طموحة تركز على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والصادرات. أما وزير الاستثمار فقال إن 2024 كان عام التحول الجذري وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. الدولة بتستهدف بناء اقتصاد عالمي تنافسي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الرقمنة والبنية التحتية القوية. وفي المقابل، العالم كله شهد تراجعاً في الاستثمار بنسبة 11%، لكن مصر خالفت الاتجاه وصعدت بقوة. باختصار، مصر بتتحرك بثبات نحو موقع متقدم في الاقتصاد العالمي رغم التحديات الدولية، وبتحول نفسها لواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم. هل تعتقد أن هذا النمو سيستمر؟ وهل نحن على أبواب طفرة اقتصادية حقيقية؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك لمتابعة آخر التحولات الاقتصادية في مصر والعالم.